نقول السلام عليكم. ننتظركم تتلموا شوية. ننتظركم تتلموا. اللي يدخل يصلي على النبي أقل حاجة، منيش طالبة يكتب ولا يكتب اللي يحب يكتبه، أما على الأقل يصلي على سيد الأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نور الدين السلطاني أهلا وسهلا. ما كنتش باش نخرج، ديجا عاملة تقريطة في شعري، لابسة بيجاما، كنت باش نرقد مش نوم يقلق، لكن قلت باش نخرج رغم اني خذيت عهد اللي انا معاش باش نعمل لايفوات، لكن هاني باش نخرج. وليد صلى الله عليه وسلم. عمر العمري مرحبا صلى الله عليه وسلم. نستناكم تتلموا شوية برك، مانيش نطول. دراجي الهمامي مرحبا. لاباس الحمد لله، لاباس، اللي يعطي ربي الكل باللطف. نرجع نقول ما كنتش باش نخرج، انا خذيت عهد اللي انا ما عادش باش نعمل لايفوات. في النهاية مشاكلها للمشاكل اللي جاتني جراءها اكثر من لا نفعت البلاد ولا نفعتني. السلام محمد حمدي السلام. فوزي جلاسي السلام. مرحبا بكم. صالحي رضا السلام. نحكي معكم شوية لطون اللي تتلم شوية عباد وبعد نتكلم، مانيش نطول. عنوان اللايف ريتو: التعيينات الأخيرة متاع المعتمدين، التعيينات المشبوهة، التعيينات اللي فيها برشا نقاط استفهام. نصاف السلام مرحبا بك. قلت الطون اللي تلميته نذكر، انا راني خذيت عهد اني انا ما عادش باش نعمل لايفوات، يعني لاسباب شخصيه اتحفظ على ذكرها، لكن ظهر لي كلمه حق واحد يقولها. وفي اون كونت انا قبل كي كنت نخرج لما كنتش مدفوعه الاجر ولا كنت ورايا جهات معنيه، انا كنت نخرج بوازع وطني، كنت نقول فيه اللي نقول فيه من تلقاء نفسي. صحيح غلط، هو كان من تلقاء نفسي، ازعج الكثير وتقلق منه الكثير وسبب لي برشا مشاكل. هذا الكل الناس الكل ولات تعرفوه. به ندخل في الموضوع ونقول السلام عليكم للناس الكل، مرحبا بكم. للي باش يسمعني توا ولا باش يسمعني وقت يوصلوا اللايف، وقت اللي باش يوصلوا. خرجت توا قعدت ندور فيها في مخي، نقرا في التعيينات متاع المعتمدين اللي تم تعيينهم. اعتذر، المعتمدين اللي تم تعيينهم. المعتمدين فيهم بعض الأسماء تشوبهم شائبة، ويعني ناس معروفة بانتماءاتها، ناس معروفة بعدائها الكبير للأستاذ ورئيس الجمهورية. أنا لا أؤله الشخص، لكن إنه ثم ناس يعني تاريخها يشهد عليها في عدائها لقيس سعيد وللمسار. ما رانا إلا والأسماء هذه لقيناها ولات معتمدين. ثم ناس اخرين كل مهمتهم كانت التهليل والتطبيل. عايشك يا نصاف. كانت كل مهمتهم التهليل والتطبيل، لقيناهم معتمدين. به اني هذه هللوا يبندر برشا، هذه كما يقولوها ميدان تونيزيا، تنجم بليز موان تعديها تقبلها. اما انك تلقى ناس تعينت معتمدين وهي عندها عداء، يعني عداء كبير للمسار وعداء الأستاذ قيس السعيد، وهم كانوا من أنصار اعتصام الكامور وكانوا يدعموا في الكامور وكانوا يدعموا في مرسي، تلقاها تعين معتمد. لأن أنا باش نسأل بكل براءة،
اسامي وقت تم طرحها على شكون تم طرحها للتثبت في لي سي في نتاعها، في التثبت فيها. احنا لتوا عندنا اشكال في تونس كبير. اشكال هذا خاصة بروز من بعد 25 جويلية 2021. الاسماء التي يتم طرحها لتولي مناصب، شكون اللي سقسي عليها بالفلاق، شكون اللي يحل عليها الكتاب. معناها تتعدى اسماء. اخي احنا نطهروا في البلاد ولا نخمجوا فيها اكثر ما هي خامجه، سامحوني في الكلمه، لانه قذاره الشيء اللي قاعد صاير راهو ينطق من الجناب والاستاذ قاعد يتفرج. بالحق راهو انت ثم اسماء هي ضد المسار، ثم اسماء اخوانيه للنخاع. انا هبطنا البعض منها، انا بيرسونيلمون هبطتها على الباج نتاعي وعلى صفحتي الخاصه. يعني تلقى شخص بال تاريخه هيك تجي تعين هولي معتمدش تحب تقول. اخي شنو الرساله اللي تحب توصلها لنا كشعب؟ شنو الرساله؟ ان النهضه تحكم، انه حزب التحرير يحكم. يعني انا سؤالي لنا، اي يا محمد، يعني كلامك صحيح، وانا نزلته على صفحتي ونزلته على البروفيل بيرسونيل متاعي. يعني تلقى انسان هذاك السي في متاعو تعينهولي معتمد والاخر ما عنده حتى نشاط، يعني ما عنده حتى كفاءة لا لشيء، انه لانه نهار كامل يهلل ويطبل للوزير الفلاني تعينهولي معتمد. اخي شنو هذا؟ اخي شنو هالفوضى اللي ولات في البلاد؟ شنو الفوضى اللي في البلاد؟ شكون؟ انا نحي لي هالفوضى اللي في البلاد. شكون المسؤول على التثبت من التعيينات؟ يا خويا انا اكس جبت قايمه باش تتعين معتمدين، تتعين مديرين، تتعين ولات. شكون اللي قاعد يثبت من هذه التسميات؟ يعني قبل ما يتم نشرها رسميا كيفاش تم التثبت منها؟ راو الاشكال ولا كبير، راو لنا ضرب لي مسار، ضرب لي مصداقيه الاستاذ. صباح الخير رشيد، هاني نحكي في اللي كنت نحكي فيه قبل، ضرب المصداقيته. يعني هوني راهو ثم نحر للاستاذ. معناها انت هو يقول لك نطهر في البلاد، تصبح انت معين له معتمدين ذو شبهه، ذو شبهه. اخي احنا من شكون ننظفوا فيها البلاد؟ هنا ظهرنا ننظفوا فيها من الاحرار، احنا هنا ظهرنا ننظفوا فيها للاحرار باش يقعد فيها كان الفاسد وخوه. يا محمد بوزيدي وزير الداخلية اللي مسؤول عن المعتمدين ولا على ولات، هذه بدينا بالمعتمدين، ما لما تطلعني على القائمة تاع الولات شكون فيها؟ اخي يا سيد وزير الداخلية، اخي انت كي جاتك قائمة شكون الجهة اللي من المفروض انها تأشر على القائمة ذيك وتعطيك لي السي في متاعها؟ عليه تضربوا فيه المسار؟ عليه تحاربوا؟ انتم تحاربوا في الاستاذ نفسه، انتم تكسروا له في المجاديف متاعه. معناها هو يخرج يقول لا عودة للوراء وحرب تحرير وسنطهر البلاد، تصبحوا معينين لنا معتمدين من قلب المنظومة الفاسدة. شنو تحبوا توصلوا للشعب؟ الشعب بتاعك بطبيعته محبط، عليه تزيدوا تحبطوا فيه. يا اخي انت يا سيد وزير الداخليه ماك ولد المسار. اخي انت مش ولد المسار، مش انت وزوجتك ولاد المسار والاصدقاء المقربين للاستاذ قبل ما يكون رئيس. اخي انت تأشر على اسماء مشبوهه. شنو معناها؟ شنو معناها؟ شكون ورا القايمه هذه وعليه؟ وشنو الغايه متاعه؟ ايه تطفي نصاف. هما بالحق ظاهري هما يطهروا في البلاد من الأحرار مش من الفاسدين. هما يطهروا في البلاد من الأحرار الصادقين. انك تكون صادق ووطني وتقول كلمة حق وما تتلونش وما تترهدنش، يطيروا لك راسك، ينكلوا بك أبشع تنكيل. فما مش يعني بالحق تتخوف بالي مو ما عادش تلقى كلام، ما عادش تلقى كلام. معناها شنو؟ معناها انت تهبط معتمدين ذو شبهه. شنو الشبهه؟ انا مش نتعلق على شبهه فساد، مي معتمدين
كانوا ينتميوا للحزب احنا قلنا نطهروا في البلاد منه، معناها غدوة تصبح عبير تشطح علينا بزوز محارم. هاي تطهير البلاد عن قيس سعيد جاب لها حزب التحرير وحزب مرسي. يعنيها اون فانت كونت، معناها تحطوا فيه في كوان الكل دارت عليه، بالمقربين ليه بالبعاد عليه باللي ضده باللي معاه، حطيتوا الرئيس في كوان ودخلتوا عليه. توتافي رشاد، الوضع العام كارثي. ايش معناه؟ هاني قلت لك هو ضد الناس الكل وحارب المنظومة الكل، حارب المنظومة الكل. المنظومة الكل يحارب فيها مفهوم. منظومة 66 سنة متمعشة متمكنة تحكم بحكامة، حد ما يكلمها تاخذ قروض قد ما تحب وتتجمد تتفحم وما يحاسبها حد، والبلاد على يعني على قرنهم يمشيوها كيف ما تحب. جاي هو حاربها المنظومه ذيك، قال لك لا، حامدوا الشعب حق باش انه يعيش في البلاد هذه كما تعيش الناس الكل. سي نورمال. تو المنظومه ذيك ما تلومش عليها، تحب ولا تكرش، تدافع على روحها. اما اللي يخوف لنا، اللي يوجع اكثر من اكثر، هو التعيينات اللي جات من طرف المقربين ليه. راو كي تقول وزير الداخليه ولد المسار، كي تقول وزير الداخليه هو صديق مقرب للاستاذ قبل ما يكون رئيس، وتتعدى عليه التسميات هذيك متاع المعتمدين ويأشر عليها، هل كان في وعيه ولا لا؟ هذا السؤال، هل كان في وعيه ولا ما كانش في وعيه؟ اخي انت توك بالله كي تحل الفيسبوك وترى تو الناس قاعده تجبد لك في تاريخ العباد وتاريخ الناس اللي عينتها معتمدين، شنو موقفك؟ شنو الموقفك؟ ترى انت كوزير للداخليه ومسؤول على التعيينات هذه، وعندك هياكل في وزاره الداخليه ترجع لها بالنظر للتثبت من التعيينات والسي في نتاعها. شنو موقفك توا؟ الهجمه توا اللي باش يلقاها الاستاذ على هالتعيينات المشبوهه، سواء كان من اولاد الشعب بيدو اللي يساندوا فيه، اللي ينتظروا في التطهير، التو ما بداش ننتظروا في التطهير، زيد حاشا من يسمع فيها صبيتوا الزباله انتم في البلاد. وخلي عاد توا باش تقوم الاحزاب الاخرى تضحك توا على هالاستاذ ورئيس الجمهوريه اللي طاهر في البلاد، جاب حزب التحرير معتمدين. عليه تحاربوا فيه؟ معناها هو مش يحارب فيه الاعداء برك، هو هاو جنابه بيدو يحاربوا فيه. معناها تخرج له تعيينات انت باش تصبح هايجه عليه بلاد كامله. عليه فين تحبوا توصلوا؟ دي البلاد شاعله بطبيعتها، البلاد شاعله لانكم تحبوا تركعوها للتطبيع. هاي على الشاعله البلاد، راي البلاد شاعله لسبب واحد، مشاعلينها لانكم انتم الكلها هربت، الكلها استحلت للحزب، استغفر الله، استحلت للحبس لا لشيء. لان يقول لك توا اسرائيل باش الكيان الصهيوني الغاشم باش تضغط على التطبيع وتونس باش يضغطوا عليها، برا حط قيس سعيد في فم مدفع. كان ما طبعش هاوكا ربح، كان طبع هاوكا جايه في وجهه هو. احنا تو بعدش نركبوا على الموضوع هذاك، علاش راهم مستحلين للحبس وما يحبوش يخرجوا منه، سواء كان الغنوشي وفايلقو، سواء كان كمال الطيف، جاوا في اللحظه الصعيبه اللي الدوله تمر بها بضغط قوي، ضغط قوي. هذاك علاش سموه العصفور النادر. عصفور نادر هو عنده مبادئ، يا كان طبع يتحمل مسؤوليته ورضاه الشعب وسكت، هاتوا يخرجوا هما من بعد ما تخرجهم الكيان الصهيوني الغاشم من الحبوسات، وتو يكملوا المسار. ما محباب هما من قبل معاهم. اخي عايش في الانجلتير بالك شي مكة المكرمة لا يقارن. تمام يا يهود اسرائيليين، عفوا مش مسألة يهود، ولا على الاخر في فرنسا ولا في شسمها اي دولة من الدول هذيك القايمة القيامة. كان ما طبعش هاو، كان ما طبعش هو، واحنا انا بعاد نقعدوا كل بارح كل يوم اصحابه مع الكيان الصهيوني الغاشم، وراو هاوين والما حبش يطبع معاكم، كان تحبوه قتلوه. فهمتوا؟ هو راو في وضعية خايبة. قلنا انه في وضعية خايبة مع انه ما عندوش خبرة في تسيير دولة، يحب ولا يكره ولا يتغشش. هو ما عندوش خبرة وما استعانش بكفاءات وطنية. هو اعطى جنب لاصحابه شويه، هانا نراو في اصحابه كيفاش يصرفوا فيه يمين وشمال. يعني فاتح حكايه تريس اوت، هاي جاتنا التعيينات،
راهو السيد وزير الداخليه راك ولد المسار، راهي التعيينات تتعدى عليك انت قبل الناس الكل. فاتح كمون صراحة من أول وقت مش يتم تعيين مسؤول يعلم عليه الإعلام في المنطقة واحد طول في العراق مفاكس باش تتلقى الوزارة رأيي ما تغير مرضية ما تعنيش هذا المسؤول. فاتح أخي أنا ما فهمش حاجة، في عهد بن علي كانت الناس كل محلول عليها كتاب، احنا علاش نجبدوه عهد بن علي؟ لأن الناس كل كانت تخاف، يعني الناس الكل كان محلول عليها الكتاب، كي يشدوا عبد باش علاش نقولوا ثم وظائف ابارتير من مدير عام راهي تولي وظيفه سياسيه ما هياش اداريه، معناها ما يوصل هو مدير عام الا يحلوا عليه الكتاب، تحل عليه الاستعلامات كتاب، اكل عامش كلا من عند شكون نشرب قهوه وفينو مع شكون، هذه ويني؟ هذه الناس اللي تخدم هكا ويني؟ كيفاش انا نجيب تعيين متاع انسان البارح يهز في المؤونه لجماعه الكامور، ولا متاع انسان يدعم في مرسي في مصر؟ كيفاه تتعدى هذه؟ ولا كيفاه بالحق يعني ما نحبش نصيح للنوليل، الناس رقدت لكنه سترو ولا برشا تشبه الناس الكل تهيج في البلاد، كي تهيجوها لصالح شكون براس والديكم؟ كي تهيجوها لصالح شكون؟ ما يصالح الكيان الصهيوني الغاشم، بالك انتم ما تهيجوا فيها باش تطلعوا رابحين حاجه، ماكمش باش تربحوا شيء، ما استعرضتوش من اللي صار في 11 في 2011 14 جانفي 2011 شنو هو المخلفات نتاعها وشوف شنو قاعدين نعانيو، كي تهيجوها البلاد لشكون باش تمشي المره ذي تجيو في حجر اسرائيل لا اكثر ولا اقل، وسلكها اذا فلسطين وقفت مع العالم شطر العالم وما تحرتش خليها تونس فيها كان البيوع وخوه، بلاد مخترقه من راسها لساسها، واللي تقول عليه موسى يطلع فرعون، واللي تقول عليه وطن يطلع اكبر طحان في البلاد. هاي هاني باش نجهل الليل. كي باش تعملوا الفوضى؟ تعملوا الفوضى في حجر شكون باش تطيحوا؟ باش تطيحوا في حجر اسرائيل، راه ما عندكم وين ماشيين. لاني بالنسبه لها تونس مهمه، باش تسكر الباب على الجزائر، بعد تسكر عليها من المغرب، باش تسكر عليها من الجزائر، بالنسبه لهم تونس مهمه. راه معناها احنا ارتحنا ما ارتحناش، احنا عدينا بمن الطاف الله 2011 باقل وفيات، على الاقل ما ماتتش برشا، ماتوا قرابه 500 واحد، ما هيش عدد هو البشر واحد يسمى حاجه كبيره، اما خلي نحسبوها اعداد. توا وين تحبوا تمشيو؟ توا ما دزوا للفوضى للوشكون ماشيين؟ انتوما رؤوس الاموال ولا كبار المسؤولين مطبعين مع الكيان، وهبط لكم تصوير رجل الاعمال اللي عامل فيها هزينه القيس في وقت مشى لفرنسا مسؤول على الجاليه، وهبط لكم تصويرته مع شكون مصور. وين تحبوا يعني تحبونا نطبعوا بالسيف؟ يعني تونس من حياتها الكل، من تاريخها الكل، شنو عامله وشنو واقفه مع القضيه الفلسطينيه، انتوما بالسيف تحبوها تطبع وتدزوا فيها للفوضى. راهي اي فوضى باش تصير في البلاد اتعس من 2011. 2011 جابت النهضه وهانا نعانيو فيها، وجابت بقايا اليسار المخابرات. نعرف انا كي نقول كلمه راني ما نكذبش، يسار المخابرات جابتهولنا. توا في شنوش تهزوها زعم؟ توا ثم كان اسرائيل، توا البحر امامكم، العدو وراءكم واسرائيل امامكم، توا ما عندكم حتى شيء، وباش تعملوا الفوضى تجيبوا اسرائيل تدكنا الجزائر ترحينا على خاطر تدافع على بروحها، وقال هيلكم تبون، قال لكم حمايه تونس من حمايه ارضي، اللي يمس تونس يمسني، راكم ظهري، وقت اللي تمسولوا ظهره يدك يقتلنا الكل، لان شعب ولينا نستاهلوا يموت، لانه شعب مش فاهم مش قاعد يصير، لانه شعب مرهز. يعني ماشيين تدزوا للفوضى، رب مسؤولين كلها متاع رشوه، حتى مسؤول فيهم ما يصلح،
حتى مسؤول فيهم ما يصلح، وبلعناها وعدينا على خاطر المخير فيهم كان ياخذ في 200 دينار من القباضة رشوة، أقل رشوة. اي فاتح، اي تي منظومة كانت اسمعني بعيوب بن علي، ولو انه بن علي كان مطبع مع الكيان بطريقة خفية، لكن كانت عنده منظومة تخدم قد قد وتخاف، لانه بن علي صعيب، لانه بن علي صعيب. راهي اليد الحارة بس، رانا عرب، والعرب ما يجيوش بالسياسة، العرب عمرهم ما يجيو بالسياسة، راهم يجيو بالفلق. توا تسمع احزابتي فين ماشيين بالفوضى، تبالك باش تخراو فيه ايش تعملوا عملة تي ماكم عملتوها في 2011 الفوضى، تي جابت لكم جابت النهضة، شربحتوا من النهضة يا نعل بو والدين البيوع وخوه، تي شربحتوا، تربحتوا البطالة والهم والشر والفقر والفساد والميزيريا، شربحتوا من النهضة، تحبوا تعملوا فوضى أخرى بنفس المنظومة بنفس الوجوه. شنو تربحوا؟ كان التطبيع مع إسرائيل، تدكم إسرائيل وتحطكم تحت، تعفس عليكم أكثر ما هي عفس على فلسطين. توا اش تحبوا؟ اش تتصوروا؟ شكون الخامش في تونس من منظومة 66 سنة يصلح هو باش مازال إنسان يثق فيه؟ احنا قلنا هذا على الأقل هاكا قيس سعيد مش سارق، أما يكبس روحه زادة، يكبس روحه. توا حكومة لا تبدلت، هي من الطلف الله، كان المعتمدين ده كان المعتمدين غشوه، كان في المعتمدين غشوه، ما بالك حكومة يا معلم. يعني دايرين بيه يذبحوا فيه بسكين حافية، دايرين بيه يذبحوا فيه بسكين حافية الراجل. لا بالحق انا جسوي كونتر اي فوضى واي كذب متاع اي حزب، اي كذب، والكلها قاعدة تأجج في الوضع اللي شنو ماشيين. مشكلتهم الوحيدة انه الاخرين ما عملوش تجريم التطبيع، جاي هذا قام على فكرة واحدة، لا للتطبيع جاي خيانة عظمى، زاد خرج وقالها صراحة، هاكم تراو راهو انا السفير اللي عندي يخدم الدولة التونسية ويخدم شؤون الدولة الفلسطينية، وهذيك طونك فلسطين ما خذتش حقوقها كاملة، راهو لا رجوع على القضية القضية الفلسطينية. تلقى ناس تدفع للفوضى، فوضى 2011 جابت النهضة، الفوضى ذي شنو باش تتصوروها تجيب لكم؟ هذي عندنا حلين، إسرائيل قدامنا والجزائر ورانا تدكنا، لأننا باش نمسوا الأمن متاعها. فهموها مليح، فهموها، لأن شعب جاهل، لأن شعب مش مثقف. قدامك الكيان الصهيوني الغاشم، ما عندك وين هارب، إذا ماشي في بالك تعمل فوضى وش تجيب لنا طحانة، الطحانة اللي باش يلعبوا فيها يعملوا أحزاب وكلها طحانة. وقوينا مش نقول كلام زايد واللي تغشش ما يخرج من اللايف، لأنه اللي خدم 66 سنة في نفس المنظومة طحان كبير، ما ينجمش يكون كان طحان وكان جاي يصلح يوم البارح. أما مشكلتهم الكل تقاسم الكعكة، تقاسم الغنيمة، شكون يجري هرول لإسرائيل قبل الآخر. نرجع ونقول أي فوضى راهي إسرائيل باش تجيو في حجرها، وراكم الجزائر باش تهدوا الأمن القومي متاعها باش تدكم. وقالها تبون أمن تونس من أمن الجزائر، غير برك احنا شعب بهيم ما يفهمش الكلام، وقت اللي باش تهدد له أمنه عنده المغرب بالجنب الاخر مطبعه، تجي انت ترفقه بدكه لاصقه في ترمه الجزائر باش تهدد له الامن نتاعو، يرحاها يرجع الحدود نتاعو. تعرفوا كان ترجع الحدود الجزائريه تولي خطيره، معناها الناس كل تريد. وانت يا سيد وزير الداخليه يا ولد المسار اللي عديت التسميات هذيك، وينك كيفاش تعديت عليك؟ عندك مصالح مختص انت تراقب وتحل الكتاب تاعكم، كي تحبوا تحلوا على الكتاب تثبتوا فين مشى ومع شكون جا واش قال وين قعد، كذلك انسان شريف ذلك تتبعوا فيه هكا تشدوش عليه زله باش تذلوه بها. اما المسخ تجيبوه على طبق من ذهب انتم. اي توتافي هو نهار ترى مش من اللي دابا شو اسمه هذاك سيء الذكر الراجحي حل جهاز امن الدوله، هي نهارت من اللي الناس خرج لها بن علي في 13 جانفي 2011
واحنا التوا عالقين في الليله ذيك، التوا رانا مازلنا عالقين في ليله 13 جانفي 2011، والناس ما استوعبتش الخطاب، وناس انساقت ورا ناس مأجورة من سفارات خارجية وخرجت ضده. من ليلتها واحنا نعانيو، وباقي مش واعية العباد، حتى كي يجيها بصيص أمل قاعدة تطمس في الناس تطمس في عينيها بصوابعها. ناس جاهلة، البريمة فيهم مش مكمل سنة، البريمة فيهم مش مكمل بريمير اني في الجامعة، تلك اللي البغونش اللي كان واخذها، ويجيك ويحكي لك على احزاب وينظر لك وتتا وتتا باش يلم لك كمشه طحانه من الطحانه نتاع 66 سنه. 66 سنه برك علينا فرنسا، 66 سنه ثروتنا منهوبه، 66 سنه واحنا عبيد، او 66 سنه واحنا قراسين. هذوما خدموا قبل وش بيهم ما حلوش فمهم، قبل كان في فمهم التراب والسيمان يعطيهم داع على وجوههم. شكونو توا اللي جاي باش ينقذ البلاد؟ مش شنو باش ينقذ؟ اي فوضى راهي باش تهز البلاد للخطر، اي فوضى باش تهز البلاد لخطر كبير، خطر ما عادش كان فلسطين التو ما سلكتهاش. معاه احنا 1000 طحان وبيوع في البلاد يبيع امه على جيل الدينار. والله لا تتفسخري تو هكا 3000 سنه حضاره. تونس تتمحى من الخريطه، ما عادش ثم حاجه اسمها تونس، هي ما يقدش شوي يزيدوا يفسخوها لانها ولات كارثه. انتم ماشوا في بالكم تلعبوا في حدود ضيقه من بنزرة البرج الخضراء. شوفوا ليبيا، ليبيا والفوضى اللي فيها، افهموا افهموا رانا شعب غبي. ليبيا والفوضى اللي صايره فيها، وقت اللي خرجت عمليه، هي خرجتها الكيان الصهيوني الغاشم راي اكسبري نتاع اللقاء نتاع وزيره الخارجيه لتوا روشرشي، ولا توا هي لبسوها لها الكل مع الكيان الصهيوني الغاشم. ريتو ليبيا كيفاش توحدت على كلمة واحدة، رغم انهم فرقاء لا للتطبيع، رغم انهم فرقاء. تخيلوا احنا الشعب البوهالي اللي يلعبوا بيه كمشة رؤوس اموال مناشاتها الكل مع الكيان الصهيوني الغاشم، ومقطولت له ذراعه الكيان الصهيوني الغاشم وعلاقاتهم في امريكا وفرنسا والمانيا وبلجيكا ومدري شنو، وكعبتين لاعبين فيها سياسيين وهما كان جاو صالحين راهم البارح صلحوا البلاد ما تذكروهاش توا. هذوما ماشي في بالهم باش يحركوا الشعب، هذو ماشي في بالهم باش يلعبوا في وسط بلدان ترحينا رحيانا. المره هذه سلكناها في الربيع العبري، شعلنا الوطن العربي اللي هذا سلك بلاده وسكت، وريتونا ولينا دولة مشبوهة، دولة مكروهة. توا ريذوا وشدوا الثنية، والرئيس ماذا بك تفيق شوية زاد انت وتكبس روحك، لان الرخفة مش باية وكل تأخير راهو ضد البلاد مش في صالحها. لانه هذا الكل جراء التاخير وجراء انسان ماكش ديسيزيف، لانك لو كنت رجل حازم راي البلاد خير من هكا برشا، ولو كنت تعرف تنتقي المسؤولين تدورهم بيك راي البلاد خير من هكا برشا. اما انت تجيب في العرجه والبرجه وانكسرت القرنين على جالو البارح في الايام كانوا اصحابك، واول من قاعد يذبح فيك بسكين حافيه هي اصحابك. ما الذي تسمية مشبوهة ومتعدي على وزير داخلية؟ اي محمد اي هي كلها راي مفبركة، راي هي كلها مفبركة لترذيل الشعب وترذيل الرئيس. وهو اون فانت كونت شنو راهو لوبجيكتيف برانسيبال نتاعهم شنو هما ما علاش ما كانوش متقلقين مع بن علي؟ قلنا بن علي كان مطبع مع الكيان في السكريتو، راهو كان سفارة الكيان في السفارة البلجيكية، ما عندهاش سفارة خاصة بها، لكن سفارة الكيان كانت في سفارة البلجيكية. وبرو لوجو شنو موجود فكا متاع صفاقس هذيك كما حطت المترو كل عمرها ما تعملت، شنو حكايتها؟ تو تفهموا برشا حاجات. هذوما كانوا يعني حتى بن علي كي يسحب روحهم بعدين
لكن خلي لهم افاريتهم تمشي. اخي ما الطماطم تاع الكيان الصهيوني تاكلوا فيها متاع في عهد بن علي متاع شكون؟ ما يشتر الادويه متاع الفلاحه ما من الكيان من الدوله، ما يتبدل لها التيكي وهي دولة الكيان. وابو جهاد في عهد شكون تقتل؟ ما تقتل في عهد بن علي. ابو جهاد اللي تقتل في شو اسمها في سيدي بوسعيد ما تقتل في عهد بن علي. اخي بورقيبه هاو فيه وعليه، بورقيبه راه فيه وعليه، ما جابلناش استقلال تام فيه وعليه. لكن بورقيبه في حمام الشط خذا موقف. بورقيبه هو حل عمل اللاجئين متاع فلسطين. انا كبرت ورا في اللاجئين، انا كبرت ورا في مخيمات اللاجئين عندنا في تونس حمام الشط. معناها راهو الناس هذيك كانت راضيه على بن علي. علاش راضيه عليه؟ على خاطر مسيب لهم التعامل. توا الناس هيك متقلقه قاعده تغسر في الشعب وتغسر في الرئيس اللي هو مش كابس روحه زاده، كلمه حق تقال، ومش مدور به رجال الدوله صحاح. رجال الدولة هكا يللشوا، مش ناس ذوي شبهة، مش ناس مشدود عليها ملفات، مش ناس تتعامل مع جهات أجنبية وموجودة بجنبه. راهو هذا خطير. هذه ما تجيش الدولة، هذه تجي كوري، هذه تجي كوري وحلال على الدول المجاورة تنتقم منها تتخلص منها لأن نهدوا أمنها. راهو الإنسان يرى روحه كي تلصق فيك تهلولة تمشي تحرقها تنحاها، ما بالك تحط بجنبك دولة قدك عاملة البلبلة في عالم كامل باش تهدد لها أمنها الداخلي، باش تسقط عليك ما باش تسقط عليك راهي ولا باش تراعيك. كثروا المشاكل وكثروا الفوضى وكثروا الاحزاب. ما نقلنا الفالح ما البارح تدين امكم 66 سنه كنتوا تعملوا؟ كانكم ما كمش طحانه، ما كمش مطيحين سراولكم، ما كمش متاع فرانك زايد، الكلكم تلوجوا كيفاش تقسموا التورته، كيفاش تقسموا الغنيمه، لا اكثر ولا اقل. تي هم صدقني يا فاتح ما عندهمش حتى تتعدى الانف. تي هم ميم با علاش قلنا دور به ناس كاملوت، دور به ناس يتعلموا في الحجام. راي دولة تشاء ولا تكره، لا هي مسألة ولد الحفيانة لا ولد العريانة. أنا بيدي من جماعة الحفيانة والعريانة من وراء البلايك، لكن هذه دولة. راي هذه دولة في وضعية عالمية حرجة ودقيقة، هذه دولة في وضعية خطيرة يا فيها ناس كمباصة وذكية وعندها قدام العالم روحها تطلع وما تبيعش البلاد. يا قول باسطة، قول خويا سايبوني انا المواضيع اللي تحطيت فيها اكبر مني ما هيش قدي. ونعرف راهو الشعب رغم انه من طاسة الطماطم قرباع، لكن راهو مع الكيان ما يعديهاش ما يقبلهاش. صحيح بن علي عداها عليه في المهموته، بن علي كان جا ما يخافش، راهو خرج قال راه هيك سفارة الكيان الصهيوني الغاش ماي موجود، لكن هو يخاف من ردة فعل الشعب لأنه يعرف الشعب هذايا باللي فيه بعيوبه الكل بالتقربيع اللي فيه، لكنه راه ما يعديهاش مع إسرائيل. الكيان الصهيوني الغاشم المغتصب للأراضي الفلسطينية بن علي وقوته، ورغم كان مسيطر على الدولة، رغم ذلك ما نجمش يشهر بأنه عنده سفارة لإسرائيل في السفارة البلجيكية. معناها اللي يلعب في أي طرح يريد، لأنه كانت نجمت الشعب الزوالي الفقير اللي تشريو فيه بقفة تاع قضية و50 دينار، راك ما تنجمش الدول المجاورة اللي ترحينا. عدت لنا الربيع العبري وش سببناه من مشاكل الدول العربية من البامة متاعنا، راي ما تعديناش حاجة أخرى لأن ولينا علة على البلدان. ولينا جرثومة. تصبح على خير نقول للناس الكل.